كنيسة القديسين سرجيوس وواخوس، كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة. وبترجع الكنيسة للقرن الرابع، وتم بنائها في المكان اللي وقفت فيه العائلة المقدسة للراحة في نهاية رحلتهم لمصر. وبيأكد المؤرخين إنها أقدم كنيسة في مصر القديمة بل وفي القاهرة كلها. ومن أشهر معالم الكنيسة متحف الأيقونات وعمود يهوذا اللي بيرمز ليهوذا الإسخريوطي، وده لأن كل الأعمدة في الكنيسة لها قاعدة وتاج من الطراز الإغريقي، لكن عمود يهوذا الإسخريوطي من غير تاج للدلالة على أنه فقد العقل وملوش قاعدة فليس له مستقر، وإشارة أن يهوذا فقد روحه اللي هو التاج وقاعدته يعني ثباته جزاء خيانته للسيد المسيح. وكمان في عمود شهير في المكان اسمه عمود الدم، وده كان بينزف دم أثناء الصلوات في صحن الكنيسة على مرأى كل الحضور. كمان فيها مدافن الإكليروس، ودي تم العثور على جسد القديس بشنونة فيها عام 1990 تحت الإنبل، وده المكان اللي كان بيقف عليه الواعظ.